أنا أقول أتمنى إن شاء الله يعني نبارك لأحمد وظيفته الجديدة في لجنة المحترفين، وإن شاء الله نشوفه في مراكز آسيوية أفضل وأعظم. هذا إسقاط حلو هذا. مو إسقاط، هذه حقيقة بس يعني. برجع لها بس هذا خبر عاجل مفروض خبر عاجل للقناة بالفعل ترى يعني. هذه حلوة برجع لها في الجزء الثاني. تحطونا خبر عاجل. لازم أعلق عليها أكثر هذه. نعم ما فينا تعليق يا سليمان، هو الرجل تعين الآن جديد في لجنة المحترفين. نبارك له وإن شاء الله نشوفه في الاتحاد الآسيوي. إن شاء الله. اي نعم، أعطيك المنصب نائب رئيس الإعلام والإحصاء. فلازم تستفيد منه، انت خليك في كرة القدم وراح ظهير وجا ظهير، لكن امور اتحاد دولي وانتخابات وينه كيف؟ انا يا حبيبي ما في المهندس طارق خليه يتكلم لانه يعرف يقول استاذ برضو علي هذا عايش الجو، انت فهد تبغى تلبس ثوب الجميع. طيب يا فهد اعط الناس فرصة، لا تتكلم عن اللاعب وعن الظهير وعن المسؤول وعن الفيفا. يا اخي فهد انا عارف لك لا يا حبيبي ما هو لازم احط عقليتي في لاعب، انا لازم بس لاعب. لا تتجاوز محيطك بس لا تعيش نفسك الدور. اسمع انا 15 سنة العب في كرة. اسمعني احمد، شرف هذا شرف. انا انك ما وصلت الاتحاد، لا اله الا الله، ما وصلت لخدمه وطني للمنتخبات. قبل فتره تقول حاقد على اللعيبه، والان الاتحاد الريفي الى المملكه السعوديه. ليش؟ لانك انت بجد عشان كذا شايفين الكره السعوديه في اسقاطات، لان من كذا تدعمون البعض وتضبطون البعض. يا احمد انت ما تعطي فرصه احد يتكلم. انا ما اسمح لك تتكلم. اسمعني يا احمد، هو اللي بدا. انا ما بديت، انا احكي لك. انا قلت شيء غلط؟ انا قلت شيء غلط في تعيينك؟ انا قلت شيء غلط؟ طيب دقيقه احمد، ابو تركي انا ما انت اللي احترم نفسك واعرف من تتكلم. انا اسمعني يا اخي، احنا كلنا خلاص. انا لما اجي اتكلم ما تعطيني فرصه اتكلم. تكلم منطق ولا لا تتكلم يا اخي؟ احمد لو سمحت انا قاعد اقول لك لو سمحت يا احمد، من انت بتتكلم بعد؟ من انت اللي بتتكلم؟ لو سمحت اذا جيت تتكلم في الرياضه، اذا جيت احترم نفسك يا اخي. لو سمحتوا احترمتك كلكم كبار، كلكم كبار لو سمحتوا كلكم كبار. لا لو سمحت سلمان دقيقه بعقب، انا بعقب دقيقه لا تنسي. لا يتكلم ما يعرف يحكي، يبغى بس يحكي، ما يحترم اللي معاه. يا حبيبي انا عقليتي لازم تفهم شيء، عقليتي ترى ما هي كرة قدم، ولا انت اللي تسيرني على كيف. انا متابع متابع. طيب خليني احكي. طيب انت وش انت؟ انت وش انت؟ انا ما بيحكي فيك اشياء شخصيه. احنا عارفين من انا يا اخي. احمد فهد خليني احكي. انا مشكلتك زعلت لما قلت لك وباركت لك المنصب الجديد، هذا اللي زعلت. انا خلاص انا اقول لك لا تجلس تدافع وتجلس تسوي. تشرف. ايش تشرف؟ ما عاد عندي وقت يا شباب، بعد الجوله بنكمل. محمد النويصر يقرب لك ويسيبك وتجيبها بعلاقات. ما نبي بعد الجوله بنكمل. انا اذا بعقد ماني حاط نفسي. انا كنت بس بذكر بشيء واحد. انا متابع رياضي، بتابع بطور نفسي، بثقف. شكرا لكم. بعد الجوله اعرف كل شيء. انا عندنا بنكمل حديثنا كله مع الكابتن فهد ومع احمد المصيبيح ومع الكابتن خميس ومع المهندس طارق التويجي والاستاذ علي حمدان وكابتن خالد مسعد وكابتن يوسف نيان اللي كنت بسأل عن الهند، بس والله انتهى الوقت. في الجزء الثاني نبدا على بركه الله في الجزء الثاني من هذا البرنامج. اذا كان من استكمال تفضل فهد. الحقيقه انا هذه من عندي ذا المره، تفضل. الحقيقه في بعض النقاط يجب اني انا ارد عليها، لانه كان في كلام يقول ما من حقك انك ترد، واشهد الله اني انا ما كان ودي ان الحديث وصل الى ما وصل، لكن في اشياء الله اراد انها تاتي، وكل ما لنا وهي تجي احنا نسمع بالراي والراي الاخر، لكن بكل امانه دائما ما هناك في هذا البلد الا راي واحد. لما انت تنتقد انسان في مكان عام او يخص ناس عام، يمثل وطن، فبمنصبه من حق اي انسان انه ينتقده. لما جاء انتقادي لشخص انا ارى وانت ترى والمشاهد يحكم، فلما انا تكلمت على الدكتور حافظ المدلج ولا كنت ابي اتكلم اكثر بهذه الامور، يعني انتم قلتوا تضرب امثله، لن اضرب باكثر من مثال الخطاب اللي طلع من الاتحاد الاسيوي ينظر فيه الامير سلطان بن فهد. فلما اتينا هنا طبعا الاعلام مع راي واحد، فرادوا يجملون الشخص، او انه صرح بانه ما كان موجود، فجت البيانات وجت الافلام المسجله تؤكد ان الرجل كان موجود. فلما جينا احنا نقول هذه السعوديه، المملكه العربيه السعوديه، اللي يمثلها لازم يكون شخصيته قويه. فلما يجيك محمد بن همام لم يتعدى المرحله الاولى
ثم يأتي محمد بن همام ويزكي إنسان. لا نقول أنه ضعيف، يجب أن يكون قوي وليس أحد يفرض علينا شيء. هذا اللي أنا أخذها من هذا المدخل في هذه النقطة. أما الإسقاطات الأخرى اللي يجي يقول أنت بس لاعب على تحليل، أعتقد كلنا لعيبة إحنا موجودين هنا، والإهانة وصلتنا كلنا وليست وصلت لي. وليس عيبه أني أنا أطور نفسي ومتابع، ولكن للأسف الإعلام الرياضي لا يريد يطلع إلا اللي يطلعون ويغشون الوطن. لما أقول يغشون الوطن معناته هذه شهادة لي بأني كامل ولله الحمد، وليس بس لاعب كرة. لو رجعنا اللاعب الكرة فيه الدكتور وفيه هذا، فهد المصيبيح صار له منصب. تارة أنت تنتقد المنتخب لأنك تغار وراحت عليك الشهرة، تارة أنت تبي مناصب في الاتحاد السعودي. واقعنا خلى هناك أشخاص انصداميين للأسف، شخصوهم بأنهم انصداميين، وهو بالحقيقة لا. أنا مخلص، أحب الوطن، أقول رأيي بكل جراءة، من أراد أن يسمعه فعلينا أن نتحرر ونسمعه. أما كلام أن إحنا كلنا نتكلم كأننا في استراحات، فهذه أعتقد شخصنة للناس اللي لهم مصالح هم يدافعون بهالطريقة. أنا ما عندي هالكلام، أنا أنتقد النصر، أنتقد المنتخب، أنتقد كل شيء بآرائي ويشهد الله أني أقولها، لكن بكل أمانة أنا أشكرك على تهمة قلتها الله أراد أنها تطلع، أنك قلت ردوك أو سبب إيقاف المنتخب. ولله الحمد جاب يوسف الثنيان معاي قضية إيقافنا من في قطر في دورة الخليج. أول شيء لو سمحت تعطيني الكاميرا، هذا قرآن، أنا أشهد الله على كتابه أني ما سويت شيء مثقال شعرة، وأنني كنت كبش فداء، وكلكم ما كنتوا تدرون عن هذا الموضوع، بس الله أراد يقول الحقيقة ولا أحد دافع عننا. أقسم بالله وبالقرآن الكريم وما أنزل أنني كنت كبش فداء، ومن أراد الحقيقة عليه يشوف ليش شطب مساعد الطرير وخالد الدايل بعد نهائي آسيا، بعد نهائي البطولة العربية في سوريا، يعرف أسباب ليش وقفوا السبعة سامي الجابر والدعيع والتخيفي بعد مباراتنا وهزيمتنا من البحرين، والبحرين كان مع العراق أيام الأزمة. كلها تغطية فشل، وأنا أقولها بأمانة وعلى قرآن، المسؤولين يسمعون الآن، أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه الكريم أني انظلمت في هذاك الموضوع، وكنا كبش فداء، ولا في أكبر من هذا القسم. فلله الحمد أنا أشكرك للتاريخ، أنا قلت هالكلام ولا أنا واثق في نفسي وكل شيء، لكن للأسف الشخصنة هي تريد أنها تطلع. فأنا حبيت الحقيقة أقول هذه الأشياء. نتمنى أن في هذا البلد أن نشوف اللي يعيد بالفائدة على